عرس يتوقف من أجل القميص الأحمر. الأهلي يلغي حفل زفاف عمرو الجزار بسبب موقعة إفريقيا. في مفاجأة غير متوقعة داخل جدران القلعة الحمراء، اكتشف مسؤولون نادي الأهلي أن مدافع الفريق الجديد عمرو الجزار كان قد حدد موعد حفل زفافه قبل انضمامه رسمياً للفريق في تاريخ يتعارض مع واحدة من أهم مباريات الموسم القاري. الجزار كان قد استقر على إقامة زفافه يوم 23 يناير الجاري، وأنهى بالفعل كل الترتيبات الخاصة بالحفل وحجز قاعة الأفراح استعداداً لبدء حياة جديدة. لكن المفارقة أن هذا اليوم نفسه يشهد مواجهة نارية للأهلي أمام يونغ أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا، مباراة لا تقبل الغياب أو التهاون. إدارة الأهلي تحركت سريعاً وأبلغت اللاعب باستحالة الجمع بين الحدثين في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الفريق محلياً وقارياً. لم يتردد الجزار كثيراً وفضل القميص الأحمر على ليلة العمر ليقرر تأجيل حفل زفافه إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. وقام اللاعب باسترداد المبالغ التي دفعها لحجز القاعة، معلناً دخوله في حالة تركيز كامل مع الفريق في خطوة لاقت إشادة داخل النادي، واعتبرت رسالة واضحة عن التزامه الكامل بمشروع الأهلي. مصادر داخل النادي أكدت أن قطاع الكرة يرفض تماماً أي انشغال خارج الملعب خلال الفترة المقبلة التي تشهد مواجهات مصيرية في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وهو ما تفهمه اللاعب واستجاب له دون تردد. وفي السياق ذاته، كشف مصدر بالقلعة الحمراء أن الأهلي أخطر الاتحاد الإفريقي رسمياً بطلب نقل مباراة يونغ أفريكانز إلى استاد الجيش المصري ببرج العرب بسبب أعمال الصيانة في استاد القاهرة، بعد تأكيد إدارة الملعب عدم جاهزيته لاستضافة أي مباراة قبل 27 يناير الجاري. هكذا تحول حلم الزفاف إلى موعد مؤجل أمام حلم أكبر يرتديه اللاعب باللون الأحمر، حلم المجد الإفريقي.